بالأربجيه دبابة إسرائيلية. ولعت ولعت ولعت، الله أكبر. ربنا رب ينصر اخواتنا في غزة على الكيان الصهيوني المحتل. احتفالية جميع اللعيبة تحت رجلك يا ملك، فرحهم دايما بيفرحنا. امبارح كان ليلة توهج نجوم منتخب مصر وخصوصا في الخط الهجوم. مصطفى محمد ضد باريس سان جيرمان يسجل هدف بضربة الراس بصورة دراماتيكية وبزاوية صعبة جدا. مهاجم بدأ يرجع أهداف بالرأس اللي ما بيسجلهاش مع المنتخب بقاله فترة كبيرة، لكن أتوقع إن شاء الله إن هو هيكون ليه مستوى مبهر، وإن هو يسجل هدف ضد باريس سان جيرمان قبل أوقات قصيرة جدا من أفريقيا. ده بيدي انطباع كويس جدا وحاجة تفرحنا. قيس بقى على الكلام ده عمر مرموش، اللاعب اللي رو فيتوريا بيوظفه في منتخب مصر كلاعب وينج ناحية الشمال، لكن هو بيلعب مع فرانكفورت كلاعب سنتر فيرود. لكن اسطمبته مختلفة شوية عن مصطفى محمد، لأن أصلا اسطمبات لعيبة المهاجمين مختلفة عن بعضها. يعني هالاند غير فيرمينيو غير هاري كين اللي ممكن في أوقات كتيرة مختلف عنهم الاتنين. هالاند لاعب معروف ان هو لاعب فينيشر، لاعب بيروح كتير على ال 18، لاعب بيكون متواجد دايما تحت الصندوق او في الصندوق، لكنه ما بيكونش متواجد على الجناحات. ايه الكلام ده على هاري كين شويه، لكن هاري كين من فتره جوزيه مورينيو وبدا يحركه شويه تحت ال 18 كتير، وهو اللي بيحرك الوينجات مع مورينيو بالذات. الثنائيه الشهيره ما بين هاري كين وما بين سون. فمن بعد كده هاري كين بقى بيطلع من لاعب الفينيشر او لاعب التارجت يتحول لاعب رومر. اللاعب الرومر ده هو عمر مرموش. اللاعب الرومر هو اللاعب اللي بيطلع تحت 18 كتير، اللي بنسميه شويه او بنقيمه كارقام بالنسبه لل 11 لاعب، اللي هو اللاعب 9 ونص ما بين اللاعب صانع العاب اللاعب رقم 10 وما بين اللاعب الاسترايكر الصريح اللاعب رقم 9. هو عمر مرموش. فعمر مرموش بيكون متواجد في منطقه الوسط بالذات او السنتر فيرود، اللي احنا قلنا ما بين السنتر فيرود وما بين الشادو سترايكر، على افضل بكتير عن انه يكون متواجد كلاعب وينج. اللي هو متواجد فيها منتخب مصر هو تريزيجيه. انا ممكن انت تحط عمر مرموش لانه لعيبه ناحيه الوينج لو انت ما عندكش لاعب بيجيدها في منتخب مصر، لكن تريزيجيه بيجيدها وبصوره مرعبه وبصوره كويسه جدا وبصوره ممكن يكون هو نجم الماتش بالنسبه لمنتخب مصر في اوقات كتيره عن باقي اللعيبه. وناحيه اليمين طبعا عندك محمد صلاح. سواء كان تريزيجيه ومحمد صلاح لعيبه بيجيدوا اللي هو اللعب في ال 18، ولعيبه بيجيد اللي هو الانفرادات، خصوصا محمد صلاح، وبيسجل اهداف من انصاف الفرص. فليه ما تلعبش في اوقات عمر مرموش كلاعب هو اللي بيحرك الوينجات، ولاعب برضه بيسجل اهداف في المنطقه دي افضل بكتير من كلاعب وينج. في ماتشات تانية بتعوز مصطفى محمد، خصوصا الماتشات المقفوله، خصوصا الماتشات اللي انت بتلعب فيها عرضيات كتيره، فبتعوز مصطفى محمد كلاعب فينش ولاعب تارجت. بنيان الجسماني بيساعده ان هو يكون لاعب محطه، وبرضه في نفس الوقت بيجي ضربات الراس بصوره ممتازه جدا وبيسجل اهداف بصوره اكتر من ممتازه. مصطفى محمد امبارح ضد باريس سان جيرمان عمل ماتش كويس جدا. عمر مرموش ضد بايرن ميونخ مش اي فريق برضه سجل هدف وصنع هدفين. وانا هعمل مقارنه كده بسيطه ما بين عمر مرموش باللاعب من اللعيبه الممتازه جدا على المستوى العالمي هو هاري كين النجم الانجليزي، وبين مصطفى محمد وكيليان امبابي. مش عايز المقارنه دي تيجي على صدرك او المقارنه دي تزعلك، هي مقارنه مجرد ايه، مقارنه لحظيه في ماتش معين، اكيد مش مقارنه عن بالنسبه لجوده اللعيبه. يعني ناخد النقطة الإيجابية، لأن خصوصا إحنا داخلين على ماتشات أفريقيا، فعايزين إيه ثقتنا مع لعيبة المنتخب مصر تبقى أقوى من قبل كده. عمر مرموش تقييمه في الماتش 9.1، وكان ممكن يكون نجم الماتش لولا هدفين اللي سجلهم إبيمبي اللاعب اللي خد نفس تقييم عمر مرموش، في حين هاري كين خد تقييم 6.8، رغم ان عمر مرموش ما لعبش ماتش كامل وهاري كين لعب الماتش كامل. عمر مرموش مسجل هدف وصانع هدفين، منه الهدف الثاني كان ممكن هو اللي يسجله ما بين اوباميكان وما بين كيم من جاي، كان ممكن يسجل هدف، لكن التكمله لاعب تاني اللي سجلها. لكن عمر مرموش صنع الهدف اللي قبله انه لعب الكره بينيه ناحيه الشمال. هاري كين عمل 9 تمريرات من اصل 11، جودته اعلى من عمر مرموش 82، في حين عمر مرموش 76%، لكن عمر مرموش عمل 13 تمريرات صحيحه من اصل 17. صنع 4 فرص منهم 2 اسيست، هاري كين صنع فرصه وحيده. حتى على مستوى الاكس جي او الاكسبكتد جول، الاهداف المتوقعه وهنتكلم عليها في فيديو تاني برضه نشرحها،
عمر مرموش التسديده اللي سددها كان الاهداف متوقعه منها بوينت 11 من 100، رغم كده عمر مرموش سجلها، وده يدل ان الفينش عند عمر مرموش كويس جدا. هاري كين الاهداف المتوقعه بالنسبه له بوينت 79 من 100 وما سجلش ولا هدف، حين لمسات عمر مرموش في الناحيه الهجوميه 35 لمسه في منطقه المنافس منها 3، وهاري كين 25 منها 10 في منطقه المنافس. مراوغات عمر مرموش واحده من اصل 3، مراوغات هاري كين واحده من اصل 2. وعمر مرموش عنده 24 سنة، فدي حاجة مبشرة جدا. ومع الوقت إن شاء الله عمر مرموش هيكون متواجد في كلاس A بالنسبة لأندية أوروبا، وإن شاء الله عمر مرموش هيفيد منتخب مصر كتير في كأس أفريقيا الجاية. تعالى بقى بالنسبة لمصطفى محمد، اللاعب الفينيشر في ضربة الراس، بضربات الراس عموما، وبيجيدها بصورة ممتازة جدا. تقييمه أعلى من امبابي، حتى رغم إن ده اللاعب اللي لعبها أقل من امبابي. أهداف مصطفى محمد سجل هدف ومبابي ما سجلش أهداف. تمريراته الدقيقة كانت بنسبة أقل من امبابي، لكنه برضو تمام. الأعداد 12 من 16، امبابي 27 31، دي حاجة برضو متوقعة. صناعة الفرص امبابي صنع أكتر، دقة تصويبهم الاتنين 100%. حتى في الناحية الدفاعية بالنسبة لمصطفى محمد فهو أعلى من امبابي. وتعالى بقى في النقطة المهمة جدا، ربح الكرات العالية. مصطفى محمد جايب 3 من أصل 5 بنسبة 60%، ومبابي ولا كورة أصلا شارك فيها عالية. مصطفى محمد هي دي النقطة اللي متوهجة بالنسبة له، النقطة اللي بتفرق ما بينه وبين أي لاعب تاني. مصطفى محمد ضربات الراس عنده ممتازة جدا، وإن شاء الله برضه مصطفى محمد عنده 26 سنة، صغير لسه، لاعب كأس أفريقيا في الجيل اللي لعب الأولمبياد اللي فات. مصطفى محمد لسه قدامه سنين مع المنتخب مصر، ما يقلش على 10 سنين. مصطفى محمد إن شاء الله مع المنتخب هيكون بصورة ممتازة في كأس أفريقيا الجاية برضه، زيه زي عمر مرموش. اتمنى من رو فيتوريا يكون عنده النقطة دي، وأكيد النقطة دي عنده في مطورين الأداء أو الناس اللي هي بتحلل البيانات عنده، أكيد النقطة دي متواجدة عنهم. وإن شاء الله برضه هيكون عنده الفكرة دي، إن هو عمر مرموش مش لاعب وينج، لاعب سنتر فيرود، لاعب مختلف عن مصطفى محمد. فأوقات هتعوز ده، فأوقات هتعوز ده، لكن ما يكونش عمر مرموش تموته ناحية الجناح الشمال اللي بنشوف ناس كتيرة جدا بتنتقده في المركز ده.